يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الحديث عن بلاد يافع يحمل في طياته شجونا وأمجادا يمتزج فيها تاريخها التليد وجغرافيتها الصعبة وجمالها المتناثر بين جبالها الشامخة وهضابها المتعرجة ومساحاتها المزدحمة بالقرى ومدرجاتها الزراعية التي تبدو كأنها لابسة حلة خضراء جميلة. والموقع الجغرافي لبلاد يافع فريد في تضاريسه، فهو بشموخ جباله ووعورة مسالكه يشكل حصنا منيعا ودرعا طبيعيا حفظ للقبيلة خصوصيتها الاجتماعية والثقافية وصد عنها غارات المعتدين على مر العصور، وهو في الوقت ذاته يطل على السواحل والبلدان المجاورة، مما سهل ارتباط أهل يافع بمن حولهم من المجتمعات، فلعبوا أدوارا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية أثرت تأثيرا مباشرا على تاريخ جنوب الجزيرة العربية في الماضي والحاضر. وأهل يافع هم أبناء يافع بن قاول ابن زيد ابن ناعتة ابن الشرحبيل ابن الحارث ابن زيد ابن يريم ذي رعين الأكبر من بطون الهميسع ابن حمير. اشتهر اليافعيون بالشجاعة والإقدام ورفض الخضوع، فهم من أعظم قبائل العرب وأصعبها مراسا، وتاريخهم مليء بالحوادث الجسام. وقد انطلق اليافعيون يجوبون بقاع الأرض عبر القرون، إما مشاركين في الفتوحات الإسلامية، وإما طلبا للرزق الحلال، وإما بحثا عن العلم والمعرفة، وإما نصرة للمظلومين. وقد حرمت قبيلة يافع من كتابة تاريخها وتدوين أمجادها ومآثرها الممتدة في عمق الزمن الراسخة رسوخ جبالها الشم، خلا بعض السجلات والوثائق التي تناثرت هنا وهناك، وبعض الكتابات المعاصرة التي يشكر أصحابها على ما بذلوه فيها من جهود فتحت المجال أمامنا لنخرج بمشروعنا الرائد في فكرته وموضوعه. الموسوعة اليافعية، نستحضر من خلاله التاريخ ونستنطق الواقع وننقب في الماضي السحيق بحثا عن الحقيقة وفق منهجية علمية وتحت إشراف من أهل العلم والاختصاص. إننا في هذا المشروع نصنع الحلم ليصبح حقيقة. في صيف عام 2000 للميلاد كانت البداية الأولى، وخلال سنوات من العمل الدؤوب استطعنا بحمد الله أن نخرج المرحلة الأولى لتأتيكم في حلة قشيبة مكونة من 12 جزءا. الجزء الأول مدخل تعريفي ببلاد يافع، وما ذكر فيه بالإجمال تناولته الأجزاء الأخرى بالتفصيل. وأما الأجزاء من 2 إلى 11 فهي دراسة للقبائل والبلدان والمعالم والأعلام لقبيلة يافع بقسميها بني قاصد وبني مالك، وبمكاتبها 10، فمن بني قاصد مكتب كلد ومكتب يهر ومكتب السعدي ومكتب اليزيدي ومكتب الناخبي، ومن بني مالك مكتب الموسطة ومكتب الضبي ومكتب المفلحي ومكتب الأبعوس ومكتب الحضرمي، كل مكتب من هذه المكاتب في جزء مستقل. وأما المجلد 12 فقد خصص للتعريف بيافع في بلاد حضرموت من أجل دراسة الفترات الزمنية للوجود اليافعي فيها، والتعريف بالعشائر اليافعية التي استقرت هناك، والترجمة لأعلامها.
وختاما، يسعى القائمون على مركز الدراسات التاريخية ودار الوفاق للدراسات والنشر أن يضيفوا للمكتبة العربية والعالمية موسوعة تعرفهم بواحدة من أكبر القبائل في الجزيرة العربية، وإذ يتشرفون أن يضعوا بين يدي القارئ الكريم باكورة عملهم هذا، فإنهم يهيبون بكل ذي اهتمام أن يرفد الموسوعة اليافعية بالوثائق والصور والمعلومات لتطوير المشروع واستكمال ما نقص منه في الطبعات القادمة بإذن الله تعالى، والله من وراء الفصل.